السلام عليكم. النهارده معانا يا حبايب قلبي 3 أبراج الحظ حليفهم مع نهاية مايو وأحلامهم هتتحقق، والفلكية ليلى عبد اللطيف تكشف عنهم. أطلقت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف توقعاتها الجديدة للنصف الثاني من مايو بالإضافة إلى الفترة التي تسبق عيد الأضحى، مبشرة ببعض الأخبار الجيدة لعدة أبراج في الأفق. وتبعا لتوقعاتها فإن برج الجدي يبدو أنه سيختتم مايو بفترة حافلة بالحظ السعيد، الأمر الذي من شأنه أن يعزز تقدمهم المهني والعملي. وأوضحت أن مواليد برج الجدي سيواجهون الظروف المثالية للنمو والتطور السريع نحو قمم جديدة، وقد يجدون دخلا ماليا غير متوقع قد يأتي عبر وراثة أو ظروف طارئة أخرى، مما يتيح لهم فرصة لبدء مشروعات صغيرة. بينما يتمتع برج الثور بتوقعات مالية تحمل التحسن الملحوظ، ويعد مواليده بأشهر عمل مثمرة تعود عليهم بزيادة في الدخل. في السياق نفسه يظهر برج الجوزاء تحسنا في وضعه المالي مع مشروعات تبرز بمنحى جديدة يملأه التحديات، مما يساعدهم على تحقيق النجاح واستعادة حقوقهم المهدورة. بينما يجد برج السرطان فرصة مثالية لعقد شركات عمل يتوقع أن تنمو ماليا، ورغم تكافؤهم في العمل النجاح مضمون، وقد يتطلب اتخاذ قرارات مهنية حاسمة. ولا يبتعد برج الأسد عن هذا التوجه حيث تنبأت ليلى عبد اللطيف له بالحظ الوفير والتوفيق في شروع مشاريعه الجديدة التي ستسهم في رفع مستوى دخله بشكل واضح. أما برج الميزان فيتمتع بفرص لتحقيق كسب مادي يجب ألا يغفل عنه على الرغم من بعض التحديات التي قد تعرضت له. علاوة على ذلك يستمر برج العقرب في الاستفادة من ثمار الحظ لإحياء مشروع مؤجل يتوقع له النجاح الكبير. تستند هذه تستند هذه التوقعات الفلكية إلى عوامل التأثيرات الكونية التي يؤمن بها الكثيرون